سمعنا كتير عن قصص خيانة الجواسيس جندهم الموساد في الجيش المصري او في مصر عموما يعني، وعلى قد ما سمعنا بس ما كناش بنستغرب. ما هو ده طبيعي، اصل انت هتتوقع ايه من عدوك يعني؟ لكن لما تيجي الخيانة من ابن البلد، لا ده مش ابن البلد بس، ده درع البلد، ده ضابط من الجيش المصري هو اللي يروح لليهود ويقول لهم انتوا الامان بالنسبة لي وانا عايز اشتغل معاكم. يبقى هو ده الغريب، هو ده اللي مش طبيعي، هو ده العار في اسمى معانيه. انا ميدو جبريل ودي قناتكم لوتوبيا، وعشان ما اطولش عليكم يلا ندخل في الموضوع على طول. ضابط مصري اسمه احمد، وهو ضابط في سلاح الاشاره. بعد هزيمه 5 يونيو 67 وبعد ما الضابط احمد انسحب بقواته اللي مات منهم كتير اثناء الانسحاب ده، فضل الضابط ده واقف على الضفه المصريه بيراقب وبيشوف الضفه الثانيه من القناه، وهو شايف ان الضفه الثانيه دي هي الامان بالنسبه له، لحد ما بيجي يوم من ايام سنه 1968 ويقرر الضابط احمد انه يعبر للضفه الثانيه بس لوحده، بس مش رايح على انه مقاتل او عايز ياخد حق المصريين او حق بلده، لا هو مقرر يعبر كعدو للمصريين، يعبر للي شايف من وجهة نظره انهم احسن من المصريين، للي شايف انهم طوق النجاة بالنسبة له. ولان احمد ضابط في الجيش المصري، ويؤسفني ان اقول عليه ضابط في الجيش اللي ربنا قال عليه انه خير اجناد الارض، فطبعا كان دارس وعارف المنطقة كويس، فكان عارف اماكن حقول الالغام فين، واختار منطقة خالية من الالغام تماما، وخلع الحذاء العسكري بتاعه وطلع يجري لحد ما وصل للمية ونط في المية وقعد يعوم لحد الضفة التانية. وبرضه اول ما وصل للضفة التانية في الجانب الاسرائيلي قعد يجري بخوف شديد، بس ما كانش بيجري عشان خايف من الاسرائيليين، لا ده كان خايف انه يتم رصده من الجيش المصري فممكن يتمسك او يتقتل ايا كان اللي هيحصل معاه بقى. وبعد ساعتين كاملين وهو ماشي على رجليه في الضفة التانية وهو بيتوغل ناحية الجيش الاسرائيلي، لحد ما فين وفين بيلاقي دورية اسرائيلية معدية فبيوقفهم وبيسلم لهم نفسه. وطبعا ده تم وسط دهشة كبيرة جدا من الدورية الاسرائيلية دي، لا فاهمين ولا مصدقين ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي الضابط ده بيعمله بالظبط. من ناحية تانية بقى في الجانب المصري، تاني يوم الصبح قائد الكتيبة اللي احمد بيخدم فيها عرف باختفاء احمد، وتأكد ان احمد هرب للضفة التانية، وده طبعا بعد ما قصاصين الاثر ادوله الدليل وادوله اتجاه احمد بالظبط. بعد ساعات معدودة الخبر ده قلب المخابرات المصرية، واللي عملت تحقيق موسع جدا، فتم استدعاء كل زمايل احمد واستدعاء الملف بتاعه من القيادة، واتدرس الملف ده اكتر من مرة، وكانت الدنيا مقلوبة حرفيا. وعلى فكرة الدنيا مقلوبة حرفيا في الناحيتين، في الجانب المصري والجانب الاسرائيلي. اصل طبعا في اسرائيل ما قالولهوش تعالى يا حبيبي نورت، لا ده قعد ايام كتير جدا بيتم استجوابه وتعذيبه نفسيا وجسديا، لدرجة انه كان بيصرخ ويقول لهم في ايه يا جماعة، انا اللي جاي لكم بمزاجي انتوا ما جبتونيش، انا اللي سلمت نفسي ليكم، انا اللي هربت من مصر عشان اكون معاكم. بس بعد فترة كبيرة من تحقيق الموساد مع احمد بدأوا يطمنوا له شوية، لانهم كانوا بيسألوه في معلومات هم اصلا عارفين اجابتها، وبيشوفوا بقى يا ترى هو هيرد عليهم بالاجابات اللي هم عارفينها ومتأكدين منها 100% ولا هيكذب. بس كانت اجابات احمد كلها اجابات صحيحة جدا، بل ان اغلب الاسئلة اللي اتسألت له اصلا احمد ما كانش يعرف اجابتها، لانه في الاول ولا في الاخر هو ضابط بس رتبته صغيرة. وده اللي خلى الموساد يطمن بشكل مبدئي للخاين احمد، وقالوا له طب بص بقى يا ابو حميد، زي ما قلت كده احنا الامان واحنا طوق النجاة بالنسبة لك، وما ينفعش ابدا يا حبيبنا تيجي لحد بابنا وتطلب المساعدة ونتخلى عنك، دي لا يمكن تكون اخلاقنا. ليك الامان يا عم احمد، وهنسيبك تعيش وتندمج في المجتمع الاسرائيلي براحتك. طبعا ده حصل، بس ما كانش الموساد واثق في احمد بجنيه، هم حسسوه بس انهم خلاص مصدقينه، لكن في حقيقة الامر هم كانوا بيحطوه في اختبار من نوع تاني خالص. اصل كانت اول مرة في التاريخ تحصل ان ضابط مصري او بمعنى اصح خاين مصري يسلم نفسه للموساد. احمد بقى كان عايش حياته على الاخر، سكر، سهر، كل حاجة كان نفسه فيها لقاها طبعا موجودة في المجتمع الإسرائيلي، لحد ما يجي يوم وأثناء ما كان أحمد سهران في أحد النايتات بيلاقي بنت داخلة عليه آية في الجمال. البنت دي كان اسمها ريتا. أحمد أصلا أول ما شافها ما صدقش إن ريتا من وسط كل اللي موجودين دول اختارته هو وقعدت معاه، حرفيا كانت متفجرة الأنوثة. طبعا انتوا مش محتاجين إن أنا أقول لكم البنت دي تبع مين،
هي واحدة من مميسات الموساد الإسرائيلي، وقدرت توهم أحمد وبمنتهى السهولة قد إيه هو شخص جذاب، وإنه الوحيد اللي لفت نظرها من وسط كل الناس اللي قاعدة دي. وطبعا الباقي انتوا أكيد عارفينه، أحمد خلاص وقع في مصيدة العسل. عرفت تمثل عليه صح دور العشقة الولهانة اللي وقعت في غرامه من أول نظر، لحد ما استدرجته في السرير، وقدام جمالها منقطع النظير وأنوثتها الطاغية أحمد ما أخدش في إيدها غلو. بقى بيقول على كل حاجة، بيرد على كل الأسئلة اللي بتسألها له عشان بس ينول الرضا. مين بقى اللي بيراقب كل ده؟ أكيد الموساد. وبيقارنوا كل الكلام اللي أحمد بيقوله لها بالكلام اللي أحمد قاله في التحقيقات قبل كده، وبيلاقوا إن أحمد بيقول نفس الكلام بالظبط. نفس الكلام اللي قاله لريتا هو نفس الكلام اللي قاله في التحقيقات قبل كده. وهنا الموساد بدأ يطمن إن أحمد فعلا مش كذاب، أحمد خاين أصيل. وبعد أسابيع من التحقيقات والاختبارات وجمع المعلومات، الموساد بيتأكد بما لا يدع أي مجال للشك إن أحمد مش مندس عليهم، ولا دي خطة من خطط المخابرات المصرية ولا حاجة. وهنا الموساد بيستدعي أحمد للمرة التانية، وبيسألوه عن سبب هروبه واللجوء ليهم. بس رد أحمد كان في غاية الغرابة، قال لهم إنه كان خاطب في مصر وإنه كان بيحب خطيبته جدا، بس بعد الهزيمة صغر قوي في نظر خطيبته، وخطيبته سابته واتجوزت واحد أحواله المادية أحسن منه بكتير، وإنه لجأ لهم بس عشان يعيش وسطهم، ولا عايز ينضم للجيش الإسرائيلي ولا عايز يحارب ولا عايز أي حاجة. هو بس عايز يعيش وسط أقوى شعب في المنطقة، ويلقن خطيبته وبلده مصر درس عمرهم ما ينسوا. طبعا الموساد استغرب من السبب الغريب ده، بس رحبوا بأحمد جدا، وخصوصا بعد ما اتأكدوا ان احمد مش مندس عليهم. ما هي الحركة اللي عملها احمد دي في حد ذاتها انتصار معنوي كبير بالنسبة لهم، وفرقعة ودعاية اعلامية ببلاش. وبعد شهور قليلة من اقامة احمد في اسرائيل بيتم استدعائه من الموساد تاني، بس المرة دي كانت مختلفة. كان في تكليف من الموساد لأحمد. أحمد أول ما سمع التكليف اللي الموساد أمره بيه وقع على الأرض مغمى عليه من كتر الخوف والرعب. إيه هو بقى التكليف ده؟ أنت يا بطل هتشتغل معانا. ما أنا قلت لكم يا جماعة، أنا لا عايز أحارب ولا عايز أنضم للجيش، أنا بس كل اللي طالبه إن أعيش وسطكم. قالوا له لا يا بطل اطمن، جيش إيه بس؟ أنت لا هتحارب ولا هتنضم للجيش، أنت هتبقى جاسوس من أقوى جواسيس الموساد. أنت مش بتقول إنك عايز تعيش وسط أقوى شعب في العالم؟ أنت بقى هتبقى عين الشعب ده. قال لهم أحمد والله مفيش مشكلة، بس أنا مفهمش أي حاجة في شغل التجسس ده. قالوا له لا يا أبو حميد اطمن، احنا هنعلمك وهندربك كويس قوي، هنخليك واحد من أقوى الجواسيس اللي يستحيل كشفهم. وأحمد كخاين أصيل وافق على طول. الله، طب امال فين المشكله اللي خلت احمد يقع مغمى عليه من الخوف؟ المشكله لما احمد عرف انه هيبقى جاسوس الموساد في مصر. طبعا احمد قعد يترجاهم ويقول لهم بعد كل اللي انا عملته ده عايزين تودوني على مصر؟ دي هتبقى نهايتي يا جماعه، مش هيسيبوني، هيموتوني. قعدوا يطمنوه ان لا يمكن حد يكشفه، وان ده شيء من رابع المستحيلات، وان جهاز الموساد ده اقوى جهاز مخابرات في العالم، واننا مستحيل نضحي باي حد. ده بالاضافه طبعا يا ابو حميد انك هتغرق في الفلوس، كل طلباتك هتبقى اوامر. المهم في الاخر قدروا يعملوا لاحمد غسيل مخ، واخيرا احمد وافق على المهمه اللي تم تكليفه بيها. وبتيجي سنه 1969 وبيوصل احمد لمصر باسم جديد ووظيفه جديده. فبدل ما كان الضابط احمد بقى الرسام اللي قاعد بيرسم الناس على كورنيش اسكندريه، وكان المطلوب منه على وجه التحديد مراقبه المينا، وبالاخص طبعا مراقبه القطع البحريه العسكريه التابعه للقوات المسلحه المصريه. يعرف بقى اعداد افرادها، اعداد القطع نفسها، تسليحها، اي معلومه عن القطع البحريه مطلوب من احمد انه يبعتها على الموساد على طول. ووظيفه الرسام كانت هي انسب وظيفه، او بمعنى اصح انسب غطاء تدرى فيه شخصيه احمد، لان الرسم كان موهبته من الطفوله. فكان احمد بينزل الصبح يقعد على الكورنيش يمارس وظيفته اللي هي الرسم، بس عينه على المراكب اللي جوه المينا، وخصوصا طبعا القطع الحربيه. واحمد اثناء ما كان في اسرائيل كان متدرب كويس قوي على كيفيه رصد القطع البحريه وتتبع حركتها. فكان يوم احمد ماشي كالتالي: يصحى الصبح يروح يشتغل عند المينا يرصد اللي يقدر يرصده، يروح يكتب التقارير بتاعته بالحبر السري زي ما اتدرب عليه، ويبعت التقارير دي للموساد بالطريقه المتفق عليها وهكذا. بس لان احمد كان جاسوس نجيب ونبغ في عالم التجسس والخيانه، وارسل للموساد العشرات من التقارير المهمه، فالموساد هنا بيقرر انه لا، لازم يطوروا من جاسوسهم للافضل. فبدل ما كان احمد بيبعت لهم التقارير بالحبر السري، بعتوا له جهاز ارسال صغير جدا.
عشان كل تقاريره يتم ارسالها من الجهاز ده بشكل اسرع، بدل طبعا الجوابات اللي كانت بتقعد اسابيع على ما توصل من احمد للموساد. فبعد ما احمد استلم الجهاز ده، بقت المعلومه اللي هيبعتها احمد مش هتبقى محتاجه اكتر من ضغط على زرار. وهنا بقى بتيجي يقظه جهاز المخابرات العامه المصريه. فمن اول ما بدا احمد يستخدم جهاز الارسال ده، بيتم اكتشاف اشارات جهاز الارسال اللي مع احمد من احد فرق الرصد التابعه لجهاز المخابرات العامه المصريه، وكمان بيتم تحديد مكانها. فالاشارات دي او جهاز الارسال ده موجود في محيط ميناء الاسكندريه، فكانت المخابرات المصريه بتتتبع الاشارات دي وتحاول تحديد مكانها تحديد دقيق من ناحيه، ومن ناحيه تانية بقى احمد كان في وادي تاني خالص. احمد بالرغم من انه كان واحد من اقذر اللي انجبتهم مصر، الا انه كان عنده هوس بحب الاطفال. فشاف احمد طفل كان بيبيع فل على شط اسكندريه، فتعاطف معاه ومع ظروفه وصاحب الولد الصغير ده، وبقى على طول مخلي الولد ده معاه. فكان يقعد يرسم صور للولد عشان يبسط الولد، وكان بيدي الولد ده فلوس كتير جدا، وهو فعلا ما كانش عايز اي حاجه من الولد. فالولد ده بالنسبه لاحمد ما كانش اكتر من انه صعبان عليه، واحمد كان متعاطف مع ظروفه جدا. بس الوضع ده خوف ابو الواد الصغير الغلبان، يعني التعاطف المبالغ فيه والفلوس والرسومات اللي هو عمال يرسمها للولد ما عدتش بسهوله كده على ابو الولد ده، او ما مرتش عليه مرور الكرام زي ما بيتقال. اصل ابو الواد ده بقى دماغه راحت لحته تانيه خالص، فخاف ان يكون احمد الرسام ده بيستغل ابنه في امور جنسيه، فعلى طول منع ابنه من التواصل مع احمد وطلع يجري وبلغ الشرطه. فالشرطه اخدت بلاغ الراجل وعملت له محضر عادي، بس ما اخدوش بالهم من اي حاجه، بس اخدوا مواصفات احمد واماكن تواجده كبيانات يعني مش اكتر، والمحضر اتقفل على كده. بس اثناء مراجعه المخابرات المصريه للمحاضر اللي كانت بتتعمل في الفتره دي، لما ضابط المخابرات وقع في ايده المحضر ده، اللمبه الحمراء بدات تنور في دماغه، واستدعى الطفل الصغير اللي وصف له بالتفصيل ملامح احمد. الملامح دي شبه ملامح ضابط خاين هو عارفه كويس. فعلى طول بيتم وضع احمد تحت المراقبه، وبيسافر واحد من اكبر ضباط مكافحه الجاسوسيه من مبنى القياده لمكتب اسكندريه عشان يتابع نشاط احمد بنفسه. وخصوصا واللي زود الشك ناحيه احمد اكتر، ان اشارات اللاسلكي اللي كان بيبعتها للموساد ما كانتش بتقف، وكان كلها بيتم رصدها. بس لما ضابط الجاسوسيه بدأ بالفعل في مراقبه احمد، قعد يراقب احمد لمده طويله، اسابيع تقريبا، بس احمد ما كانش بيعمل اي حاجه مثيره للشك، للدرجه اللي خلت الضابط شك في نفسه اصلا، لدرجه انه قال لنفسه ان ملامح احمد اللي اتوصفت من الولد واللي اتكتبت في المحضر واللي هو شايفها بنفسه ممكن قوي انها ما تبقاش اكتر من شبه بين اتنين. بس عشان يقطع الشك باليقين، قرر انه هيعمل لاحمد كمين، اختبار بمعنى اصح. والله بقى احمد نجح في الاختبار ده، يبقى احنا ناس وحشه وكنا ظالمينه. ما نجحش، يبقى قدرنا نمسك الضابط الخاين. فزق على احمد شاويش من البحريه. طبعا هو ما كانش شاويش في البحريه ولا حاجه، هو في الاصل ضابط مخابرات. اتصاحب على احمد وقال له انه شغال على قوه مدمره معينه، وقعد يكلمه عن تسليحها واعداد ضباطها وافرادها ورتبهم، كنز معلومات هيستفيد من وراها بالاف الدولارات. ما كانش يعرف انه جوه المصيده. طبعا كل الكلام ده كان بيوصل للموساد في التو واللحظة بمجرد ما كان الشاويش بيسيب احمد ويمشي. كل المراسلات الجميلة دي بقى كانت مرصودة من المخابرات العامة المصرية ومسجلة. وبعد اكتمال كل الأدلة دي والتأكد من ان احمد هو نفس ضابط الاشارة الخاين اللي هرب لاسرائيل، بتصدر النيابة العامة امر بالقبض على احمد وضبطه واحضاره. بس ضابط المخابرات اللي كان متابع الموضوع كان ليه رأي تاني خالص، كان شايف انه يستنى شوية، لان كان هدفه اكبر من مجرد القبض على احمد وخلاص. لا، ده كان عايز يجيب ضابط الموساد اللي مشغل احمد بجهاز الارسال اللي معاه هو كمان، وبكده هتبقى ضربة قوية للموساد ورد اعتبار لمصر كلها، وكشف لأكذوبة ان الموساد هم اقوى واكبر جهاز مخابرات في العالم. ففكر في خطة وسرب لاحمد معلومة جديدة عن طريق شاويش البحرية ده. المعلومة دي بتقول ان مصر جاي لها شحنة جديدة من المدافع للجيش الثاني والثالث الميداني. طبعا ده خبر قلب الموساد حرفيا، فبالتالي جهاز الموساد بيقرر ارسال ضابط الحالة اللي متابع احمد لمصر عشان يتأكد من صحة المعلومة دي بنفسه. بس قبل ما ضابط المخابرات الإسرائيلي ده بيوصل، بيتم القبض على أحمد في هدوء تام، وبيتم حبسه في شقته.
ومواجهته بكل جرايمه من اول ما هرب من مصر لحد غرقه في عالم الخيانه والتجسس. طبعا احمد كان ميت من الرعب قصاد الكم الهائل من الادله اللي كانت مع المخابرات العامه المصريه. احمد ما كانش قدامه اي حل غير انه اعترف فعلا بكل حاجه، وكمان ادالهم جهاز الارسال اللي كان بيبعت منه رسايله للموساد، وبكده يبقى دور احمد انتهى وتمت السيطره عليه وخلاص. لما المخابرات المصريه بقى اخذت جهاز الارسال من احمد، قعدوا يراسلوا ضابط المخابرات الاسرائيلي، وده طبعا تم بالتنسيق مع احمد بناء على الجدول الزمني المحدد للمراسلات عشان ما يسيبوش شكوك الموساد في حاجه ان في اي حاجه غلط، لحد ما بالفعل الكنز بيوصل اللي هو ضابط الموساد ومعاه النسخه الثانيه من جهاز الارسال. طبعا ضابط المخابرات الاسرائيلي لما وصل كان مغير اسمه وهويته، فدخل مصر على انه سائح يوناني. يا لئيم، معرفتكش انا كده. ما كانش يعرف انه محطوط تحت المراقبه من اول ما رجله لمست ارض مصر. فاول ما وصل مصر ما كانش بيضيع وقت خالص، فاجر عربيه وطلع على اسكندريه على طول على المكان اللي الشاويش قال عليه لاحمد انه موجود فيه المدافع الجديده اللي وصلت مصر. واول ما وصل لقى بوابه حديد محطوط عليها يافطه لشركه مقاولات كبيره ومعروفه جدا، واتنين عساكر واقفين بيحرسوا المكان. فنزل من عربيته راح الاتنين عساكر دول، وده طبعا عشان كان بيحاول يستدرجهم في الكلام، وطبعا قالوا له كل اللي هو عايز يسمعه. ما هو طبعا الاتنين عساكر دول برضه تبع المخابرات العامه المصريه ومتمليين كويس قوي. هيقولوا له ايه؟ لا، دول قالوا له كمان ان في شحنه جديده من المدافع لسه ما وصلتش، وحددوا له ميعاد يجي فيه علشان يشوف الشحنه دي. وظابط الموساد طبعا كان منشكح وفاهم انه قدر يضحك عليهم، بس ما كانش عارف اللي جاي يا عيني. ظابط الموساد بقى ساب الموقع خالص وطلع على شقه احمد عشان يسلمه كتاب جديد للشفره، وكمان مبلغ مالي كبير عشان يديه للشاويش اللي جاب لهم المعلومه دي. بس يا فرحه ما تمت، لان اول ما احمد بيفتح له الباب بيبقى واقف وراه رجال المخابرات العامه المصريه، وبيتقدموا هما الاثنين للمحاكمه، وبيتم الحكم عليهم بالاعدام. وبالفعل بيتم اعدام احمد، بس ضابط الموساد بيتم الافراج عنه بعد كده في صفقه لتبادل الاسرى. عاشت مصر حره ابيه، وعاش الجيش المصري، وعاش جهاز المخابرات العامه المصريه. انا ميدو جبريل، ودي قناتكم لوتوبيا، وهي دي حلقتنا النهارده. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديده. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده.